ازيكم؟ الحقني انا حطيت نفسي في مشكلة كبيرة ومش عارفة ازاي اخرج منها. انا متجوزة بقالي 7 سنين وانا عندي 32 سنة وجوزي عنده 37 سنة. جوزي ميسور الحال والحمد لله لحد دلوقتي ربنا ما رزقناش بخلفة. تابعنا عند دكاترة كتيرة جدا ولكن قالوا مستحيل ان انا اخلف، وده لسبب ان في ورم حميد في الرحم ولازم استأصل الرحم. ان انا دايما شايفاه ان هو بيحب الاطفال، على طول بيجيب عيال اخوه ويبيتهم عنده في البيت، يفضل يسرح للبنات شعرها وهو بيحبهم جدا. فمن إلحاح مني وصعب عليا قلت له ايه المشكلة ان انت تتجوز؟ قال لها لا طبعا انا عمري ما هتجوز، انا اخترتك عن حب واحنا الاتنين طبعا فضلت الح عليه ان هو لازم يتجوز ولازم يكون له ذرية. المهم بعد إلحاح كبير مني قلت له طب ايه رأيك في صاحبتي؟ قال لي لا انا قلت لك الموضوع ده مرفوض تماما. المهم فضلت ازن عليه لحد ما قرر ان هو ويروح ويقعد معاها ويتكلم. المهم قعد اتكلم معاها وفضلت ألح عليه إنه يروح يكتب كتابه ويعمل الإجراءات بتاعته عادية جدا. المهم من 3 أيام راح كتب الكتاب. أنا ما بقتش عارفة أنام، هتجنن ومش متخيلة إيه اللي أنا عملته ده. أنا خايفة إن ممكن بعد ما يتجوزها ويبقى عنده أطفال منها يبعد عني ويسيبني. أنا مش عارفة التفكير اللي أنا بفكر فيه ده صح ولا غلط. أنا فعلا حقيقي مش عارفة أنام، مش عارفة أنام من كتر التفكير اللي أنا بفكر فيه. أنا حطيت نفسي ليه في الموقف ده؟ طب ما هو كان موافق، وإزاي أنا أغيّر رأيي بعد ما أنا ما قُلت له؟ مش عارفة المفروض إن أنا أتصرّف إزاي. أنا صاحبتي وعارفاها وهي كويسة ومحترمة، بس أنا مش عارفة بعد ما أنا لحّيت عليه الإلحاح ده فجأة كده اتغيّرت ولا بييجي لي نوم، على طول باقعد أفكّر في الموضوع ده. فما لقيتش غير إن أنا أبعت لحضرتك على لينك الصراحة ده عشان حضرتك تقول لي وتفيدني، والناس اللي عندك تقول لي هل لو في حد مَر بحاجة زي دي يقول لي المفروض إن أنا اللي عندي ده طبيعي والّا المفروض أعمل إيه؟ خلّيني أفكّر حضرتك، لو حضرتك بتتفرّج عليّا من الفيسبوك ومتابعني ما تنساش تقول رأيك في الكومنتات، وأكيد لو في حد مَر بتجربة زي كده أتمنى إن يكتب لها في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك وشير. أمّا لو حضرتك بتتفرّج عليّا من اليوتيوب فما تنساش تشترك في القناة وتفعّل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. خلّينا في البداية نصلّي على النبي صلى الله عليه وسلم. والله حضرتِك الاختيار أو القرار اللي حضرتِك أخدتيه ده عين العقل، وأكيد طبعًا عشان حضرتِك بنت أصول ومتربية، أنتِ ما حبيتيش إن أنتِ تحرمي جوزِك من حاجة هو بيحبها، وفي نفس الوقت ربنا ما أنعمش عليكِ. وإن شاء الله بإذن الله ربنا يرزقِك بالذرية اللي تعوضِك وتكون سند ليكِ. أنا رأيي إن حضرتِك أتمنى لو حضرتِك تقدري تطلعي عُمرة عشان خاطر تحسي بالتغيير. وفي نفس الوقت تدعي ربنا إن شاء الله ربنا يعوّض عليكِ خير. ولكن جزئية إن أنتِ اخترتِ له صديقتِك دي بالعكس، طالما أنتِ اخترتِ صديقة ليكِ في نفس الوقت إن أنتِ عارفاها ومعاشراها أكيد هتبقى كويسة، وفي نفس الوقت طالما هي كويسة معاكِ هيبقى نفس الشعور، هيبقى في تبادل ما بينكم، مش هيكون إن شاء الله في أي حاجة ولا هتاخده منِّك ولا أي حاجة. أنتِ بس عشان حسيتِ إن فجأة إن أنتِ كنتِ متعودة عليه وفجأة ما بقاش معاكِ. المهم بقى في الموضوع ده والأهم إن زوجِك يعدل ما بينكم أنتم الاتنين. لو في حد مَر بحاجة زي كده أكيد طبعًا هيكتب لنا في الكومنتات، وأتمنى من حضرتِك إن حضرتِك تتابعي الكومنتات، وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم.